مشاهدينا رجعنا لحضراتكم مرة أخرى بعد الفاصل، والشغل اللي معانا دلوقتي والفقرة اللي هنعملها مع حضراتكم دلوقتي هي فقرة كل المشغولات الجميلة اللي احنا شايفينها دلوقتي. شغل كله من الخرز. ضيفتنا دايما بتنورنا ودايما بتمتعنا بحاجات جميلة هي بتعملها، ودايما بنتعلم منها كل مرة حاجة جديدة. خلوني أرحب بالأستاذة همة شومان، مصممة مشغولات الخرز، ومنورانا يا استاذه همة كالعاده يعني. الله يخليك. فشغل دايما كل مره بنتعلم منك حاجه. ميرسي. النهارده هنتعلم ايه بقى؟ النهارده إيه؟ ان شاء الله هنتعلم الورده ديت، هنعمل ورده من الخرز. تمام. طيب قبل بقى ما نخش بقى نتعلم مع بعض ازاي ممكن نعمل الورده الجميله دي اللي نقدر نزين بيها اي مكان في الشقه، في اي حته ممكن تحطها تدي لوحه جماليه. وبالمناسبه هي كلها معموله من حاجات سهل قوي ان احنا ناخدها، يعني حتى القعده اللي هي محطوطه فيها دي موجوده في كل بيت، يعني مش بتاعت السبوع دي، مش كده؟ بتاعت السبوع. طيب خلينا بقى نلف كده على الحاجه الجميله اللي احنا شايفينها دي، وتكلمينا بقى عنهم حاجه حاجه. اتفضل. فنشوف الاول هيجيبوا لنا ايه وعشان طيب هنتكلم على اول حاجه من عندك من هناك. ديت فروع من الكريستال. ده الكريستال نجف على فكره، وانا وظفته كده الوان. عملت منه فروع تتحط كده في الفازه، تدي منظر وديكور جمالي شيك جدا. يعني ورد من الخرز. انا بجمعه ده مش خرز لا ده كريستالات، كريستال بتاع النجف. عملنا منه ورد وبالواير، واشتغلته كده زي ما حضرتك شايف كده بالالوان بتاعته. كان في حلقه يا جماعه، ارجعوا بالتاكيد هتلاقوها على اليوتيوب عندنا على القناه، على صفحتنا على القناه. احنا كنا عاملين فيها برضو مع الاستاذه همة، اتعلمتنا ازاي نعمل عملت الفرع الحلزوني ده قبل كده. الفرع الحلزوني ده فعلا منه حلزوني اهوت، ومنه شكلين، يعني منه ورده كده ومنه فرع حلزوني كده. طيب ايه تاني بقى اللي بعديها دوت؟ اللي بعديها دي حاجه برضو جديده بسيطه جدا. عملتها الفروع بقى بدل ما يكون كريستال، يعني هو غالي شويه. عملته اللي هو اللولي، حاجات بسيطه بتتباع بالفروع كده، وجبتها نفس التكنيكس دوت، بس انا عملتها دوت اللولي. دي وردات لولي بتتباع كده، لونها هادي قوي. يعني غير يعني بص اللي وراها فيها الوان وحرك احمر واصفر واخضر، الوان حلوه يعني فاهم، مزهزهه. دي عايزه صالون كده، دي ممكن اوضه نوم هاديه كده بالظبط، حاجه بسيطه حاجه ما تخليش الواحد يعني يبقى شايفها كده وهادي، حاسس بالهدوء يعني. طيب اللي بعديها بقى دي الورده اللي احنا هنعملها النهارده ديت ورده خرز. ده خرز في الاوتلاين بتاعها خارج نجف اسود، بالفروع كده خارج نجف اخضر. ثبتها كده في الطبق صغنون كده. الوهله الاولى تحسيها صعبه. هي صعبه فعلا. هي بتاخد شغل، بس طالما الحاجه بتتعمل حبيبها، فما فيش حاجه صعبه. ايه الصعب ايه؟ فطالما ان الحاجه انا عايزه اعملها هتتعمل. فحبيت ان انا اغير في كل ورده. انا عندي ليها شكل غير التاني، يعني التكنيكس بتاعها غير. كل ورده حبيت اعمل فيها شكل مختلف عن الوردات الباقيه. طيب نروح بقى على اللي بعديها، ودي المفضله بالنسبه لي لالوانها ولشكلها، عنقود العنب، لان الواحد العادي بيحب العنب. ده عنقود عنب. احنا نعمل له عنقود عنب من الكريستال، دي حاجه يعني. ده عنقود عنب كريستال، حطيته كده على حامل. برضو نفس التكنيكس، برضو ديت الكرات بتاعت الكريستال. الكريستال بتاع النجف العادي ده على فكره. الالوان والشكل مع الاضاءه بصراحه شكلهم تحفه. عملت منها الورقات الشجر بتاعتها ديت، انا اللي عاملاها. ده مش الميتال اللي بيتباع، ده هيقعد سنين، ده تتوارثه الاجيال. ده لا هو هيغير ولا هو هيطوس، لان ده خارج نجف. ده خارج نجف وواير، وانا اشتغلت وعملت نفس الفرع بتاع كورقه العنب، برمتها كده وحطيتها على حامل كده، وممكن بيتشال من غير الحامل، يتحط على ترابيزه كده. تمام. طيب اللي بعديه ورده بس شكل تاني، دي ورده فيها بقى شغل تاني. شغل تاني. وكنت حابه لو حضرتك شايف ان انا عملت فيها الابيض والاصفر، بس نطورت الخرزات الاصفر بحيث تدي شكل. عاملين الاساس بتاعها من جوه اصفر، وهي الورق ابيض، اساسها من جوه في النص اصفر، والطرف بتاعها ابيض ومنقط زي تقريبا هي اسمها الاوركيده. فحبيت ان انا يعني اخليها شكل زهرة الاوركيد. اقرب للطبيعي اكتر. يعني انا بحب ان انا الشكل الوردات بتاعتي تبقى مديه طبيعي.
فكل حتى ورده التربه اللي انت حطاها فيها هي تحسيها زي التربه الطينيه بالظبط يعني. ما هي فعلا هي تربه طينيه فعلا. هي ديت انا بثبت كل الشغل بتاعي ده في جبس. مم. فانا اشتريت التربه ديت بتتباع، انا اشتريتها بحيث ان انا عايزه ادي منظر طبيعي اكتر. لا شكلها بصراحه فعلا يجنن يعني. ميرسي. الفرع التاني بتاعها عامله كل عكساه ولا هو واحده هو؟ حطيتها شكل اصفر غير وابيض؟ التاني، عكستها بحيث دي الجزء الداخلي اصفر والفرع من بره ابيض، دي عملتها هي اصفر والاوتلاين بتاعها ابيض. انا ما بيعجبني يا جماعه ايه التفاصيل بقى الصغيره. بص دول الوردتين المفتحين، تحت بقى الورده اللي كنت لسه لسه هقول. ما فتحتش، اللي لسه هتفتح. ف بحييكي طبعا يا استاذه هدمت ميرسي، على الابداع ده من بتاعك ذوق ده. حضرتك. ميرسي. طيب نشوف اللي بعديها بقى ايه. اللي بعديها عملتها كأنها عبادة، شكل العبادة. حاولت ان انا اجرب برضو ان انا اخلي كأن قلب الوردة العبادة، فان انا اغير في شكلها، اخليها ايه، عايزة اخليها حاجة شكلها شيك وطبيعي، انها تبقى صحيح. منظر طبيعي اكتر كمان، مش حاجة تقليدية. فكل وردة عملتها بشكل غير التاني. حتى نفس الفرع بتاعها بتاعت ورقة الشجر انا عاملاها شكل غير الورق التاني. عملت شكل ورقة عنب مختلفة شوية. طيب اللي بعديها شجرة من الكريستال والخرز الكريستال. بتهيألي دي برضو شبه اللي احنا عملناها في حلقة. بالظبط طب دي بقى ولونها الجميل ديت نفس الوردة، نفس التكنيك بكله ورد. لا اللون بقى انا بتكلم هنا على الالوان بقى، هنا عند داخلين ذهبي مع اللون البينك روز. الروز. فطبعا دي بيورينا جمال الورد فعلا مع الطبق بتاعها حضرتك ده موف بالوان يعني مختلفه، وانت بتحاولي تحاكي الواقع. وبحاول ان انا اخلي شكل الشكل حتى القواعد بتاعت الورد تمشي مع بعضها. يعني الروز دي القاعده بتاعتها موف غامق، دي موف غامق، بحيث انها تدي رد على شكل الورده نفسها. وهنا اخضر غالب مع اللون الاخضر، ودي اصفر ماشيه مع دي. ودي بقى احمر. ديت نفس الورده، بس دي ورده يعني كبيره شويه، مفتحه شويه، بورقه شجر مختلفه شويه. بس هو كلهم بيعتمدوا على حاجه واحده. واخيرا دي معانا وهنشوف بقى الحاجات دي بتتعمل ازاي. تمام. انا بشتغل اصلا شغلي كله واير. انا مجمعه طبعا لان عشان الوقت، فده واير بيتباع بالنص كيلو، ربع كيلو يعني. بالوزن زي ما انت عايز. وده منه تخانات. الواير ده انا ملفاه كده جايبه معايا، ده منه تخانات زي ما انت عايز. انا علشان الشغل يبقى طري معايا وسهل عشان تشكيل الورد، انا جايبه التخانه دي نص ملي. تمام. ده بيتباع فين بقى؟ ده بيتباع عند بتوع اللي هو الموانين. ان عند الموان. بعبيه انا معبياه يعني الخرز بتاعي معبياه عشان ما اخدش وقت كتير. ده الخرز اهوت اللي جايبه منه اهو، ده خرز وده خرج نجف. فعبيته خالص مفيش اي مشكله. باجي بعمل ايه ديت يعني حته مثلا كبيرة. طولها متر ولا حاجه. ايوه بالظبط، عشان انا ما بقطعش في الطول بتاعي الا لما بخلص. يعني انت بتخليها معاك عشان ممكن تزودي عليها زي ما انت عايزه، وفي الاخر لما تخلصي تبقي بتقصقصي بقصها زي ما وتشيلي بقى الزيادات اللي فيها. يعني انا دلوقتي اهيت ديت واير وليكن مثلا 10 سم. تمام. بعبي فيه عدد من الخرزات. الخرزات ديت بتفرق معايا على حسب انا عايزه ورقه الشجر بتاعتي او ورقه الورده طولها قد ايه. عايزاها صغيره، عايزاها كبيره. انا اللي بتحكم طريقه بصراحه، لان انا واحد من الناس اكتر حاجه تتعبني اني اقعد اعبي الخرز الصغير ده قوي. وشغل متعب في الواير. الواير كله هو متعب ان انت تعبي، بس مجرد ما عبيته الواحده واحده بوحدتها كده. يعني مش ده كده واحده بوحدتها كده بسرعه فبتخش في السلك على طول. تمام. فانا قصيت يعني عشان ما ناخدش وقت كتير، انا بقص سلكه. لا ناخد وقت براحتنا، ده الموضوع ده مهم، احنا عايزين نقعد نتكلم فيه براحتنا يعني. انا قصه سلكه وليكن 10 سم. تمام. حطيت فيها عدد من الخرزات 4 5. انا على حسب انا عايزه ورقه الشجر بتاعتي قد ايه، الورقه بتاعتي هتبقى قد ايه. حطيت فيها عدد من الخرزات. تمام. هنحاول نقرب منها يا جماعه شويه. طب يمكن السودا مش باينه، معايا احمر. طيب اوكي، خلينا معايا الاثنين جنب بعض اهو، معايا اسود ومعايا الاحمر.
نحاول أهو. نزوم عليهم شويه كده يا جماعه نشوفها. هنحاول نوضحها لكم يا جماعه عشان اهي. ده شكلها. طيب. دي اول حاجه لفها بقى انا شايف. بعبي فيها العدد الخرزات بتاعتي اللي انا هعملها، وليكن 5 10 على حسب انا عايزه شكل الورده الحجم بتاعها قد ايه. عبيتها بعدد من الخرزات، مثلا اهي طويله شويه، تمام. انا بعد ما عبيتها هيقع الواير، ده الواير هيقع منه الخرز، بقفلها ببرمها. انا ببرمها بس. بنعمل دايره بس كده عقده كده وعقده من الناحيه الثانيه عشان انا الخرز بتاعي ما وبعد يقعش. كده نرجع نفكها تمام؟ لو نشغلها بالظبط. زي ما احنا عايزين. بالظبط. طيب تمام. خلاص باجي بقى ونفس الحكايه الناحيه الثانيه اللي هي الطويله، ببقى قافله عليها السلك بتاعي علشان ما يقعش الخرز. باجي ادي الاولانيه كده باينه، اللي هي كانت حوالي 10 سم تقريبا. تمام. باجي باخد الواير التاني اللي هو طويل، وباجي من اخر الخرز بتاعي وبقفل عليه، بقوم الخرزتين على بعض. تمام. انا قفلت ببرم عادي، ما بعملش اي حاجه، انا ببرم بس. تمام. عندي مساحه فوق اهي اللي انا قافله عليها، ومساحه تانية عشان هشتغل عليها. بجيب الخرز، تمام، ادي الاتنين اهم. بجيب الخرز، احنا كده بس جبنا 2 حطيناهم، جبنا واحده وقسمناها 10 سم مثلا، وده اللي هو الفرع الطويل اللي مليان. تمام. قفلتهم مع بعض كلهم مع بعض، الخرز السلكتين مع بعض. تمام. وادي اهم كانهم حرف في اهم. بروح جايبه انا ماسكاها بايديا من تحت كده، واروح جايباها كده عليها والف بس لفه. تمام. تمام. بس. تمام. بروح دي في الاخر بقى الشكل الاسود اللي احنا عملناه تحت ده اللي هو ايه بالظبط؟ ده الورقه، ده التكنيكس كله بتاع ورقه الشجر او الورقه بتاعت الورده. تمام. تمام. بفضل اهوت اشتغل تاني. تمام. احنا بنعملهم ادوار يعني على بعضهم؟ ادوار. بفضل رايحه جايه بالخرز كده اهوت، بعملها ادوار. بشوف انا اهو انا عايزه اعمل الحجم بتاعت الورده بتاعتي قد ايه، اللي هي بتبقى على حسب انا عايزاها صغيره طويله عريضه. تمام. انا عملتها خارج نجف مش كده؟ ده خارج نجف. هو انا هعمل ورده خارج نجف ولا هعملها خرز، على حسب انا عايزه اعملها ايه. انا عملتها ادي ورقه الورده او ورقه الشجر، تكنيكس واحد بتاع الاتنين ما بيختلفش. يعني انا التكنيكس ده واحد. انا عملت عدد بنلفها بقى كده، بفضل الف رايح جاي. لا انا اقصد عشان نلف الورده كده او كده بعدين في الاخر خالص بقى لما نخلص. بالظبط. عملتها بالحجم اللي انا عايزاه، بالعرض بتاعتها، بالطول اللي انا عايزاه. تمام. انا خلصتها اهي. دي طويله دي اقصر شويه، ده اللي بيتحكم معايا. دي اعرض ودي ارفع. بالظبط. اللي انا عايزاها يا اما طويله او عايزاها قصيره شويه. تمام. على حسب الحجم الورده اللي انا عايزاها. هي دي هي دي. تمام. خلصتها فضلت بلف رايحه جايه رايحه جايه لغايه لما خلصت الشكل بتاعي اللي انا عايزاه. عشان اعمل ورده، اي شكل ورده اهي حضرتك، الورده دي الورقه اهي هي نفس دي، هي نفس دي. تمام. تمام. هي نفس دي، بس الورده دي تختلف في حاجه بقى، ان انا عملتها كانها شكل الورده الطبيعي اللي هي بالتنيات بتاعتها. نفس الروز، نفس الصفرة. طب انا عايزه اعمل التنيات بتاعتها دي، انا عملت ايه بقى؟ انا عملت عدد من ورقات الشجره، هي واحد مش هنتغير خالص. الشغل مش هنتغير. الطريقه ازاي نعمل ورقه الشجره دي من الفها لياء. بص حضرتك ديت قلب الورده دي عامله ازاي؟ انها مقفوله. طب انا هعملها كده مقفوله ازاي اذا كانت هي هتبقى مفتوحه كده؟ ديت بقى الفكره اللي هي في قلب الورده المقفوله غير المفتوحه. انا خلصتها خلاص ورقه الشجر بتاعتي، باجي بعمل عدد من ديت على حسب ما هتبقى عندي الورق قد ايه، بعمل عدد. تمام. باخد 2 زي بعض، ادي عملت الاتنين هي كلهم واحد. يعني الورق كله شكل الشجر واحد، بلفها على صباعي كده. تمام. تمام. تنيت على صباعي الورقه طول اهي، تنيتها 2. بص حضرتك متنيه ازاي. تمام. ادي واحده.
باجي التانية اللي كنت عاملاها نفس الحكاية اهي، بتنيها على صباعي كده كويس. اهي. مهم. تمام. بقوم عندي ورقتين اللي هي دي، اللي جوه، اللي وفي هي نفس قلب الوقت برضو الشجر، اللي زي الورده اللي هنا دي المقفله، ولا دي غير؟ زي المقفلة بالظبط. المقفله اللي تحت دي. بالظبط. تمام. مهم. جبتهم الاتنين اهم مع بعض، هجيبهم عكس بعض. اه، ظبطت كده بقى، كده بانت الورده والمقفله. تمام. تمام. ورقتين ممكن شجر مهم. عكستهم على صباعي، مهم. تنيتهم خلي فيها كده ناحيه الكاميرا، يعني كده. ورينا من جوه، من جواها عامله ازاي، من قلبها جواها عامل اهي. ازاي. اه. اهي. مهم. تمام. تمام، دي الورده المقفله. دي المقفلة. طيب. باجي السلكتين بتوعي اللي هما ورقتين الشجر، برمتهم على بعض عشان اعمل قلب وردة اهي. ممتاز. تمام. مهم. انا عايزة اعمل الوردة دي تبقى عليها 3 عشان اعمل اللي هي العادية اللي احنا مش هتنيها بقى. بروح جايباها كده 3 ورقات شجر اهي صحيح. وردة، مهم. واروح مكملاهم اهي. تمام. ونكمل بقى من واروح الباقي اللي عامله احنا التالتة. عاملينه. تمام. مهم. ببرم واقفل مع بعضه علشان يديني الورده، الورده اللي جوه. يديني الورده اللي جوه. تسلم ايدك يا استاذه هبه، الله بجد. يخليك. عملت الورده. أها. دي حاجه انا عايزه اوريكم، اه، ديت بتختلف عن دي. بتفتح بقى الورده دي دي بتفتح المفتوحه بقى. وهي غير دي خالص. غير دي بي في ايه؟ ان انا باجي نفس الحكايه. الاول بس استني بقى يا استاذه هبه كده، اتفضل. عشان بس نتفق ونفهم الدنيا اتفضل. رايحه فين. اتعلمت الحاجات دي ازاي؟ دي دراسه ولا لا، دي هوايه؟ انا دي هوايه. اصلا دراستي تجاره، انا خريجه تجاره القاهره. تمام. انا مش دارسه اي حاجه من الحاجات دي، بس انا غاويه اه، وحابه الشغل ده. لا ده انا عايزك بقى تبصي للكاميرا وتكلمي الناس وتقولي لهم انت عملت ايه. زي ما بتقول لكم خريجه تجاره وملهاش اي علاقه بالشغل ده خالص، خالص. ومطلعه لنا التحف الفنيه دي. يعني ف- انا مش إيه خريجه بقى؟ تربيه فنيه ولا درست ولا خدت كورسز خالص. انا اتعلمت ازاي الشغل عندي ده؟ هوايه للشغل الهاند ميد. انا عندي العديد من الهاند ميد. انا مش بشتغل ده بس، انا بتعملي إيه بشتغل تاني؟ ايتامين، اه. انا بشتغل تطريز، انا بشتغل بشرايط ستان، مهم. انا بشتغل سيرما، بشتغل كروشيه. انا ملمه لجميع انواع الفنون. انا عاشقه للهاند ميد، عاشقه. طيب بدأ يعني بدأ ازاي تتعلمي الحاجات دي؟ بدأت معاكي ازاي؟ بدات من وانا صغيره في المدرسه، من وانا في المدرسه بقى تقولي لي باديه الحصص معايا. بتاعة التدبير المنزلي. التدبير المنزلي؟ اه بجد؟ اه مهم. ده بقى اللي انا عايزه اقول عليه يا جماعه. حصص التدبير المنزلي اللي كنا بناخدها صنعت فنانين موجودين دلوقتي، حرفي بيعرف يشتغل ازاي، يعرف يدخل دخل، ينهض والحقيقة كانوا بيعلمونا حاجات حلوة قوي ينهض الحقيقة يعني. بصناعه البلد. انا عايزه اقول لك ان حضرتك ممكن تنهض بصناعه البلد. انا الشغل بتاعي سوري والعياذ بالله من كلمه انا، هو ده يفرق ايه عن المستورد والتصدير؟ فرق بالعكس ده ايه؟ أجمل بكتير جدا. طيب انا ده ده ما حاجة فتحتش معمولة مجال. بالإيد، على الأقل بيجي مستورد من بره كله شغل مكن بالظبط. وأجهزة يعني وكله شبه بعضه بالظبط، إنما ده فيه في حرفية روح، أكتر. في تكه فنيه، في ابداع، في ان انت بتركب الوان مع بعضها، بتطلع طاقه، بتطلع طاقه من جواك. ان طيب انت خلينا نشوف الوردة الكبيرة ونرجع تاني للموضوع الورده ده. الكبيره انا بس أنا كنت عايز عملتها. أوضح بس للسادة المشاهدين فكرة إن أنت اللي بيحب حاجة بالظبط. وعاوز يتعلمها هيبدع فيها. هيعملها وهيتعلمها وهيبدع فيها وهيبقى له وهي هتنقله لحتة تانية في حياته يعني. انا ما حدش علمني، انا علمت نفسي، لان انا عايزه اتعلم، انا عايزه اعرف الحاجات دي. انا ما حدش علمني وما خدتش كورسات، انا ما خدتش كورسات خالص. انا علمت نفسي جربتي من وعملتي السوشيال مرة ميديا. حلو أنا ومرة هقول لك. غلط ومرة بتاع بالظبط، من لغاية لما السوشيال وصلتي ميديا فضلت للمستوى ده. لغايه لما وصلت للمستوى ده. انا بقالي سنين، انا مش مجرد 2 سنتين و3 و5، انا بقالي سنين لغايه لما وصلت لده. بس الاصرار ده اللي انا عايزه اقوله، لأن صر على اللي انت عايزه هيديك فيما بعد. صر، عندك اصرار وعزيمه. لا انا هعمل، ما هو اللي عامل الحاجات دي هو ما كانش احسن مني، صحيح. هو مش هو عنده دماغ انا ما دايما عنديش. اقول انه اي حاجة عملها بشر في الدنيا انا اعرف اعملها، بالظبط. لانه ما دام هو بشر زيه ما بالظبط. عندوش حاجة اكتر مني. هو ما تفوقش عليا في حاجه. بالظبط، فما دام هو قدر يعمل ده انا كمان اقدر اعملها. بس
الفرق في اللي بيجتهد الصبر. والصبر والاجتهاد بالظبط. يعني انت وصلتي لليفل معين، لا انا عايز اطور الليفل ده، هخش اتفرج على فيديوز الناس دي بتعمل ايه، وابص على مشغولات واقعد افكر دي اتعملت ازاي ودي اتعملت انا ازاي مش واقفه على حاجه معينه. واجرب مره واثنين وثلاثه لحد ما اعمل بالظبط، انا ما وقفتش على حاجه معينه، انا فضلت يعني عرفت تكنيك ورده. طب انا عايزه اشوف اللي بعدها، طب انا عايزه اعمل ورده اللي هي تبقى شكل الورده البلدي دي بالظبط. طب ما انا هعملها، ما اعملهاش ليه؟ طب خلينا بقى نعملها الورده الكبيره بقى. الكبيره بقى اللي هي دي. تمام. انا هو نفس التكنيكس، بس انا بقطع. انا كنا الاولانيه اللي هي دي كانت واحده بس، اللي هي حوالي 10 سم، كانت واير واحد بس. لا، انا عشان اعمل دي بتشكيلتها كده ما بتبقاش واير واحد بس، انا 2 واير نفس ال الحجم بتاعها. يعني مثلا دي 10 سم تبقى دي 10 سم، هنا هحط مثلا 4 خرزات، التانية تبقى 4 خرزات. لازم عشان تديني الشكل المتساوي. انا بعملها اهيت، بجيب الواير الاتنين مع بعض اهو، بظبطهم مع بعض، وبنفس الحكايه بكون قافلاها اهم. تمام، قفلتهم نفس التكنيك بتاع التانية بالظبط. انا كنت لسه هقول لك نفس لغايه دلوقتي احنا ما عملناش حاجه جديده، ما عملناش اي حاجه، حطينا 2 واير على قد بعضيهم بالظبط ولفيناه من ناحيه تمام تمام. بجيب اللي هي الكبيره بقى اللي مليانه برضو بالخرز. لا الاولانيه دي احنا كانت واحده على بس. الطويله دي كانت 2. واحده بس، دي تمام. 2 علشان تديني. انا جايبها لكم من ظهرها عشان تشوفوها. ادي 2 ده سلكتين عشان تديني دي الورقه مدوره، مش مسحوبه طويله. دي مدوره اللي هتديك التكنيك. طيب حطها لنا كده هنا واحنا يعني بس قلبها لي بقى كده الناحيه الثانيه اهيت، بس كده. ادي السلكتين. تمام. باجي بقى بروح واخده الواير بتاعي اهوت، نفس الحكايه، بنزل الخرزات بتاعتي لتحت وبقفل نفس القفله. باجي بقى بعمل ايه؟ ببعد الاتنين عن بعض اللي هما كانوا في بس كانت واحده بس، وببتدي اشكل بقى شكل الورقه بتاعتي. بروح واخده اللي هي ايه؟ انا مش عارفه جايباني الكاميرا. انا عايزك تدخلي بس جوه شويه كده. ايوه تمام. هنا. تمام. باجي اهي الواير الاولاني اللي كنا بنشتغل عليه نفس الحكايه، حطيت عليه الخرزات اهي وبقفل عليه اهي نفس اللف. هتيجي بقى هنا حرف الفي بتاعي اهو كده، في هنا كانت المسافه بتاعت فرع الفي. ادي واحده واير وادي واحده، بعبيها بالسلك بقت شكل نص دايره. تمام. اهي بعبيها تاني وبقفل على الواير التاني. تمام. وافضل نفس الحكايه الف تاني. تبتدي تاخد الشكل الدايره بقى وتفضل تاخد شكل الدايره كل ما بشتغل واكبر، بتاخد معايا الشكل لغايه ما تطلع زي اللي احنا عرضنا في الاول. لغايه لما هتطلع نفس الورقه دهيت. اهي عماله كل ما بدورها معايا بتوسع بتوسع، اللي هي ادي السلكتين. طيب عشان احنا بس حلقتنا انتهت، قولي لي بس بتعمليها القلب بتاعتها الورده دي ازاي؟ بجمع تاني عدد. لفتيها على صباعك؟ لا، هي دي ما بتتلفش على الصباع. انا مجمعه عدد، كنت قافله على دهيت اهي ديت خلاص، وانا مجمعه عدد من دي بتكون 4 أو 5 على حسب الورده بتاعتي انا عايزاها كبيره ولا لا. اهي بقفل عليها برضو اهي، وادي الورقه الثانيه على اعتبار دي الورده اهي. تمام. ثالثه بوزعهم 1 2 3. هو بياخدوا شكل الورده اهي. تمام. ادي استاذه همة شومان، مصممه مشغولات الخرز الجميله دي. نورتيني. بشكرك على شرحك المبسط الهادي لموضوع صعب بصراحه في لمبه الخرز دي، فالله يكون في عونك. بس دايما ان شاء الله تنورينا على خير. الله يخليك، متشكره جدا وسعدت اني اكون معاكم، وده حاجه شرف ليا. ميرسي. مشاهدينا، خلصت حلقتنا النهارده، يا رب الحلقه تكون نالت اعجاب وقبول حضراتكم. هنشوفكم دايما في حلقات جديده من فابريكا، وحتى حين هذا الموعد اترككم في امان الله.